الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الفول المدمس. الفول المدمس بيبقى مكون رئيسي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. مكون رئيسي في السحور. في ناس كتيره وجبه رئيسيه في السحور. في ناس كتيره بتحب ما بتتخلاش عن طبق الفول المدمس في السحور. فالنهارده ان شاء الله هعمله لكم بطريقه سهله وبنكهات وتكات كده حلوه تدي طعمه ويكون طعمه حلو. هيبقى موفر ليكي قوي لما تعمليه وتعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. بس عشان تعرفي ان الفول ما بيقعدش في الفريزر اكتر من شهر. بعد كده هتلاقيه طعمه اتغير وبقى مفرول كده لما تيجي تطلعيه. يعني انت ممكن تعمليه وتجهزيه، وممكن تعمليه مثلا كيلو او نص كيلو يخلص تعملي تاني. مش هيبقى طعمه احلى يعني كتير قوي مما تخزنيه ما في الفريزر. ده الفول، نص كيلو فول غسلته وحطيته في الحله. تبقى حله كبيره كده يعني. بيبقى عشان هو بيبقى تلت وتلتين ميه عشان تعرفي. ولما تحطي الميه وتغلي وعايز ميه كمان، تحسي ان هو عايز ميه كمان، بتحطي له ميه سخنه. يعني انت ممكن تحطيه وتقفلي عليه الغطا وتحطي طبق او كسرولة كده من فوق وتسيبيه معاها. تبقى الميه سخنه، واول لما تحسي ان هو عايز ميه تروحي حاطه حبه ميه. وعشان لازم يكون الميه سخنه عشان الفول ما يجمدش كده وتبقى ما يستواش معاكي لما تحطي ميه بارده من الحنفيه. ده نص كيلو فول. هنا المكونات اللي انا بحطها: معلقه كبيره عدس اصفر، معلقه كبيره رز. ما تحطيش رز كتير يعني، مش معلقه مليانه قوي يعني، تكون ممسوحه شويه عشان الرز بيخليه يشيط شويه. غله اللي هو حبات القمح بس قبل ما تطحن. بصلايه عشان تديها نكهه وتكه كده حلوه. توميه صحيحه. نص معلقه بابريكا او فلفل احمر حلو او فلفل بقالي على حسب ما فيه كتير يعني، بيختلف في الاسماء. معلقه صغيره ممسوحه سكر. انا السكر عشان يسويه بسرعه. السكر بيبقى حلو قوي للفول بروتين، فبيبقى بيفتت شويه الالياف بتاعته، بيخليه يستوى ويبقى حلو طعمه حلو ما يجمدش معانا في السوا. هنا ليمونيه انا بقطعها كده عشان الفول ما يسودش. بحط ليمونيه وبحالها كده ومعلقه او معلقه ونص خل ابيض. دول المكونات اللي هحطها على الفول. انا طبعا الفول غسلته وهغسل دول واحطهم عليه، والمكونات دي كمان كله هيتحط على بعضه. وبعد كده عامله الفول ميه لغايه الاخر، واقفله واغطيه واحطه على النار هاديه خالص. يعني العين عندك، اصغر عين عندك تحطيه فيها وتقفلي عليه هنشوف شكله عامل ازاي. يلا معايا المكونات اللي انا قلت عليها. وبعد كده بحط العدس والرز والغله، وبعد كده بحط الميه. طبعا انا بعملها للاخر يعني قبل الاخر بحوالي 2-3 سنتي. وبعد كده بحطه بقى على النار هاديه. اصغر عين عندك بتحطيه على نار هاديه خالص لغايه ما يبدا بقى تحسي ان هو بيدوب في البق. لما تاخدي واحده كده وتاكليها تحسي ان هو بيدوب في البق زي في البق زي اللي بتجيبيه، الفول اللي بتجيبيه من بره، الفول المدمس اللي بتجيبيه من بره. يلا معايا بقى نشوف هنحطه ازاي وهيبقى شكله عامل ازاي. وبدا يغلي. اول ما يغلي على طول اروح موطيه النار عليه واغطيه كده، بس كل شويه اشقر عليه عشان الميه ما تقلش. لو الميه قلت مني اروح حاطه ميه من الحنفيه، من الميه مغليه. ما تحطيش ميه من الحنفيه عشان الفول ما يجمدش منك وما يستويش. لغايه ما تحسي بقى ان هو بدا يستوى معاكي. لما تاكليه كده تحسي ان هو بيدوب مع القشر بتاعه، بيدوب في بقك زي اللي بتجيبيه من راجل بره. وممكن عشان الميه مثلا تروحي قلبه
الغطا كده، وتحطي مثلا كسرولة من فوق مع السخونيه بتاعت الحله. هتسخن الميه، اول ما تحسي ان هو عايز ميه تروحي اخده الكسرولة وحاطه حبه ميه. لو انتي مش عايزه مثلا تغلي ميه وتحطيها، هيكون اسهل لك يعني. ده شكلها، وهنشوفه دلوقتي شكلها بعد ما كل مرحله يستوى فيها وان شاء الله كمان هنشوف التقديم. يلا معايا نشوف هيبقى شكله عامل ازاي لما خلص. اهو اهو الفول، ولونه كمان حلو، ما اتغيرش ولا اسود ولا حاجه. طبعا هو سخن دلوقتي، الغيره اللي فيه ده هيتقل بعد ما يبرد بقى. وبعد كده بقى ممكن تعبيه، لو عامله كميه مثلا تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. بس يستحسن ما يقعدش شهر في الفريزر يعني، بالكتير قوي. ممكن تعملي نص مثلا كميه وبعد كده تعملي تاني عادي. تعالى بقى نشوف هيتقدم ازاي. يلا معايا. الفول بعد ما خلص اهو. احلى طبق فول في رمضان. بتعمليه على السحور، ونرش عليه الزيت الحار اهو، وملح وليمون وكمون، وممكن طحينه. بتعمليه في بيتك مضمون، وفي نفس الوقت توفير. واحده تقولي لا، ما نجيبه من بره احسن، ولا مش توفير ولا حاجه، الفول غالي. هقول لها والله ده مزاج انك تعملي كل حاجه في بيتك، تعمليها زي زمان لما كانوا بيجيبوا البن ويحمصوه ويطحنوه، مع انهم ممكن يشتروه من بره. يعني ده مزاج بالنسبه لهم، يعني ان هم يعملوه في بيتهم. الفول اهو طريقته. اتمنى اكون افدتكم، ورمضان كريم والف شكر.